الخوف مش بس بيجي من الأشباح والبيوت المهجورة. أوقات كتير الخوف الحقيقي بيزرعه الجهل واليأس والعادات الغبية اللي بتخنق الناس وهي صاحية. حكايتنا النهاردة مش خيال، دي حكاية بتحصل كتير قوي في قرى الصعيد، وتحديدا في محافظة أسيوط، في قرية اسمها العصارة. بطل حكايتنا ولد عنده 15 سنة، اسمه سعيد. سعيد عايش في بيت بسيط مع أبوه وأمه وأخته الكبيرة عبير. عبير كانت زينة بنات البلد، طيبة وعلام وجمالها هادئ ومريح. كانت البنت الوحيدة من أهل البلد اللي دخلت كلية الطب. بس عبير كان عندها مشكلة واحدة بس، مشكلة ملهاش ذنب فيها، بس في نظر أهل البلد كانت مصيبة. عبير كان عندها 25 سنة ولسه ما اتجوزتش. في الأرياف البنت لو عدت ال20 ومفيش عريس خبط على بابها كأنها اتحكم عليها بالإعدام. نظرات الستات في الأفراح والمآتم كانت بتاكل في جسم عبير زي النار. كلامهم المسموم من ورا ظهرها: دي بايرة، ده واقف حالها، تلاقي فيها عيب مستخبي. الضغط ده أثر جامد على عبير. قعدت في أوضتها لوحدها، ما بقتش بتخرج خالص، وضحكتها اللي كانت بتملى البيت اختفت، وحل مكانها العياط المكتوم والهمس اللي سعيد كان بيسمعه من ورا بابها بالليل، وكأنها بتكلم حد بس محدش جوه. الأم الحاجة فاطمة ما كانتش قادرة تتحمل تشوف بنتها بتموت قدامها بالبطيء. الأمومة لما بيختلط فيها الحب بالجهل واليأس بتخلق كوارث. فاطمة ما كانش في دماغها غير حاجة واحدة بس: بنتي لازم تتجوز بأي طريقة عشان الناس تسكت. وفي يوم كانت قاعدة مع جارتها أم السعد، واللي قالت لها بصوت واطي ومريب: يا ام عبير، بنتك دي معمول لها عمل بوقف الحال، عريسها ما بيشوفهاش، مفيش غير الشيخ مبروك اللي في اخر البلد، ده راجل واصل وبيفك المربوط بلمحة عين. فاطمة بلعت الطعم، اليأس عماها عن الحرام. بالليل قعدت مع جوزها عم جابر، الراجل الطيب اللي قلبه عمران بالإيمان. يا ابو سعيد، انا بكره هاخد عبير واروح للشيخ مبروك، البت بتضيع مننا والشيخ مبروك هو الحل. خلاص هنتجه للسحر والشعوذة؟ مش حال بنتك متعلمة أحسن علام، واحنا ناس نعرف ربنا هنيجي في الآخر ونكفر بيه؟ يعني انت مش شايف نظرات الناس لبنتك عاملة ازاي وكلامهم الماسخ عنها؟ سعيد كان واقف بيراقب الموقف، شاف الخوف في عين أبوه والتصميم الأعمى في عين أمه. أبوه ما كانش موافق على القرار ده، بس الأم كانت ناوت خلاص. تاني يوم الصبح عم جابر نزل الغيط كالعادة. فاطمة استغلت الفرصة، دخلت على عبير اللي كانت شبه جثة وقالت لها: قومي البسي هدومك، رايحين نجيب حقك من اللي ظلموكي. سعيد شافهم وهم طالعين متسربعين ومتغطيين بشلانهم علشان محدش يعرفهم. الفضول والخوف على أخته خلوه يمشي وراهم من بعيد لبعيد. وصلوا لبيت الدجال مبروك، بيت قديم مبني بالطوب اللبن على حافة القرية جنب المقابر القديمة. ريحته كانت وحشة جدا، مزيج من بخور غريب وريحة عفانة. سعيد استخبى ورا حيطة مهدومة وكان شايف كل حاجة من فتحة شباك مكسور في البيت. شاف الشيخ مبروك، راجل عينه سودة قوي ومرعبة ودانه طويلة ولونها أبيض فاقع. ازيك يا شيخ، انا فاطمة. بس ما تكمليش، انت فاطمة بنت عايدة، ودي بنتك عبير، جيالة علشان أحل مشكلتها علشان لسه ما اتجوزتش. صح؟ صح يا شيخ. ما تقلقيش، حلك عندي. تعالي يا عبير يا بنتي اقعد هنا. وبدأ يقرا كلام غريب مش مفهوم وطلاسم، وفجأة عبير بدأت تصرخ وتترعش جامد، وأمها فاطمة الخوف بينهش في قلبها لحد ما الشيخ وقف كلام وعبير اترمت على الأرض. أمها قعدت تفوق فيها، وبعد ما فاقت قعدوا هما الاتنين جنب بعض. وبعدها الشيخ قعد يرمي بودرة بيضة في النار اللي كانت قدامه، وقعد يتمتم بكلام مش مفهوم. بص يا فاطمة يا بنتي، بنتك مأذية أذى شديد قوي، بنتك معمول لها عمل سفلي، ما خبرش مدفون فين، بس عارف مين اللي عمله. مين يا شيخ؟ اللي عمل العمل ده واحدة من نسلكم، من نسل الأب بالتحديد، أكبر إخوات الأب.
أكبر إخوات الأب؟ تقصد عمتها مديحة؟ أيوة، وعشان الأذى ده يتحاش لازم يفك اللي عمله. بقى مديحة هي اللي عاملة العمل لبنتي؟ طيب يا مديحة، طلباتك يا شيخ. مش كتير، 10,000 جنيه بس. 10,000 بس؟ أنا معيش المبلغ ده دلوقتي. مش مشكلة، ممكن تديني الخاتم اللي في يدك ده. تمام يا شيخ، اتفضل. وبعدها الأم فاطمة أخدت بنتها وراحت لجوزها الحاج جابر. شفت يا جابر، أختك عاملة عمل للبت، اكمن إن بنتك دخلت كلية الطب وعيالها مش متعلمين. اهدي بس يا فاطمة وفهمين اللي حصل، وعيب اللي انت بتقوليه ده. عيب؟ هي خلت فيها عيب؟ طيب أنا هوريك العيب على أصوله. وبعدها أمي راحت لبيت عمتي مديحة وقعدت تخبط على الباب جامد. وأول ما عمتي مديحة فتحت الباب، أمي مسكتها رنتها علقة في نص الشارع، الناس حشوها عنها بالعافية. بقى بتعملي عمل لبنت يا مديحة؟ قد كده غيرانة منها؟ انت شايفة دي كده أعمال؟ طيب أنا هوريك الأعمال بتبقى عاملة إزاي. وبعدها أبويا هدى الدنيا، أخد أمي وروحها. عدى كذا يوم على الموقف ده، وبمرور الأيام بدأنا نلاحظ حاجات غريبة في البيت. في مرة كنت نايم وفجأة سمعت صوت صراخ عالي جاي من أوضة أختي. قمت جريت عليها، فتحت أوضتها ودخلت لقيتها قاعدة في زاوية الأوضة وعمالة تبكي. قومتها وقعدتها على السرير وندهت أمي وأبويا. بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يا عبير يا بنتي؟ إيه اللي صابك؟ كنت نايمة على السرير وفجأة حسيت إن في حد بيحط إيده على جسمي، ولما جيت أبص لقيت وش صعب جدا ومخيف. استعيذي بالله كده واجري قرآن ونامي. حتى أنا بقيت كل ما أنام أحلم أحلام وحشة جدا بعمتي مديحة، وبقيت أشوف خيالات بتتحرك في البيت بالليل. أختي حالتها تدهورت خالص، ما بقتش تاكل ولا تشرب ولا تتكلم، وبقت تصحى كل يوم في الليل وهي بتصرخ. وفي يوم أمي كانت عاملة أكل ورايحة علشان تدخله العبير، وفجأة سمعنا أنا وأبويا صوت صراخ أمي. جرينا بسرعة على الأوضة، لقينا أختي سايحة بدمها. أختي انتحرت، قطعت شرايينها بسكينة كانت في أوضتها. أمي ما استحملتش اللي حصل وماتت، وأبويا قعد أسبوعين وحصلهم، وأنا رحت عشت مع خالتي في القاهرة. والنهاردة أنا كبرت واتجوزت وخلفت. واللي خلاني أحكي القصة دي إن امبارح جالي خبر عمتي مديحة ماتت لوحدها، محدش حس بيها. ست دمرت حياة عيلة بالكامل.